اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله يسلمك سيدنا أكرمناكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أسعدني يا سيدي. ما أسعدنا. الله يبارك فيك. اللهم صل على. لو صور الشوق لكان عبد الحميد محمد. هذه مدة سيدة باعد بيننا الزمان والمكان ولكن القلوب متصلة. أنا نقلت للأخوة سماحة السيد سماحة الشيخ لما جاءوا نقلت لهم قصة، فإذا تأذنون سماحتكم نقولها في نصف دقيقة لأني أنا حريص على أن أسمع من سماحتكم على أن أحكي وأتكلم، هنا لازم أنا ما أتكلم. خطيب إذا حصل له فرصة ما بس حصل له فرصة يبدأ. لا ما في لأني والله مشتاق لسماحتكم. سماحتكم كنتم تبعثون لي رسائل وأنا محتفظ فيها، يعني هذه دائما أراجعها دائما أقرأها، لعله كل 6 أشهر أحيانا بالسنة 3 مرات. تشملنا عنايتكم ولطفكم مع الوالد كان. إلهي يحفظك بحرمة الحسين يا سيدي. على كل شوف المسألة وين. عندنا شخص في الكويت من بيت معرفة اسمه عبد الحميد من المعرفة صديقنا. أنا ليلة عاشوراء كنت أريد أن أظهر للمنبر وأستعد وأقول هذه الكلمة، هذا الإخوان يسجلون اثبتوها، أنه أنا أقل من 10 ساعات ما عندي تحضير للمنبر، دائما للمنبر الحسين من 10 ساعات وفوق، حتى لو قضية تعاد فهي تصدق على الجد، فمهيئ نفسي ومتحضر حتى أذهب للمنبر ليلة العاشر. وتعلمون ليلة عاشوراء وهذا المنبر في المعرفة والمجلس العظيم لسيد الشهداء وليس للقارئ، يعني لما أنت قال يا محمد عظم أسناني، فالعظمة لأبي عبد الله سلام الله عليه. هذه كانت طائرة هليكوبتر من وزارة الداخلية الكويتية تصور المجلس لعظمته، فأنا طالع حتى أذهب إلى المجلس قبل خروجي بدقيقة طرقة الباب، فتحتها شفت هذا عبد الحميد المعرفي سلمني رسالة قال هاي من سماحة السيد المرجع السيد صادق الشيرازي. قلت له من سماحة السيد صادق الشيرازي المرجع روحي وقلبي، كيف حصلت هذا وصلت لها؟ قال ما عندي وقت أحكي لك، أنا قبل 6 أشهر كنت عند السيد وأعطاني الرسالة إليك وضيعتها، فاليوم أنا راكب بسيارتي مع شباب 2 واقفين كانوا واقفين، قال مع هذين الشابين، وركبنا السيارة طالعين على شارع الخليج هذا اللي على البحر، نريد أن نذهب إلى الرمادية، عندنا مجلس لطم، فأسرعنا بالسيارة فلحقنا بوليس المرور، سيارة المرور سيارتين طرق أوقفونا على جانب، نزلونا فتشوا السيارة كلها، يقول ما خلوا شيء فيها إلا فتشوا، حتى الكشن هذا اللي أجلس عليه الكرسي قالوا شكل قلعوا ودبوا على الأرض، شفت الرسالة تحت الكرسي. يقول خدت الرسالة هم أيضا طلعوها ضرموها ما حكوا شيء ولا قرأها. قلت سبحان الله هذه رسالة السيد سماحة السيد العبد الحميد الآن أركض أعطيه. يقول رجالا جيب بطاقتك زين سيدنا وحق أمك الزهراء الآن تتذكرون أو لا ما أعرف قطعا ما يجب عن بالكم. أنا فتحت الرسالة على الباب وأريد أروح للمجلس وبيني وبين المنبر 20 دقيقة فقط، لاحظت سماحتكم كاتبين لي بالرسالة مجلس ليلة عاشوراء. يعني هذه سيدنا هذه الأمور كيف تقرأ، يعني كيف واحد يفكر فيها؟ لو وصلتني هالرسالة قبل 6 أشهر ما كانت تحظى، يمكن كنت أقرأ، لكن ما تحظى بليلة عاشوراء.
حفظتها الزهراء لكم إلى ليلة العاشر، ويكون هذا يمشي في السيارة ويركض يمشي على 120 ويلحقون البوليس، شرطة المرور يوقفوه ويفتشون السيارة كلها، بعدين يطلعون الرسالة يجيبون لي اياها افتحها اشوف فيها المجلس اللي محضر. ليش انا قلت لكم 10 ساعات وكذا؟ لهذا الغرض، والا ما في داعي اقول الكلام. المجلس الذي حضرته وصارت عليه 10 ساعات او اكثر راح تبخر الى رحمة رب العالمين. المجلس صار هذا بيجي سيدنا، وفيه آخر يعني 3 نقاط تذكرون سماحتكم. كلما ليلة عاشوراء مجلس عاشوراء كان مجلس رهيب بكله. النقطة الثالثة كان نقطة سفينة نوح، كاتبين فيها لما وصلت على كربلاء كان خور هناك، حتى كاتبين كلمة خور، يعني هذا سيار ماء أحسنتم. فكادت أن تشرف على الغرق، ونوح بكى وقال يا رب ما الذي حصل؟ قال أنت على كربلاء على مصرع الحسين. كاتبين سيدنا هذه يعني أخذ الدور بالمجلس. فأنا قلت إذا الله وفقني هذا العبد الفقير وصلت إلى سماحة السيد وجلست بين يديه وهالنور أمامي أنقلها له، فاستعجلت ونقلتها لهؤلاء الطيبين لما تفضلوا علينا وزارونا. الآن أنا ما عندي حديث بعد، أحب أسمع منه. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اللهم صل على محمد. سلام الله عليكم. في أمان الله، في أمان سيد، في أمان الله.